السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا ويسعد صباحكم من قلب جامعة الشهيد حمى الأخضر في ولاية وادسوف. بحييكم جميعا في فترة كنترولات رائعة. أنا الطالب عمر عبد اللطيف، جيت من الأردن بقرأ في جامعة الشهيد حمى الأخضر، خصوصي في كلية التكنولوجيا. تحية كبيرة لكم فترة الكنترولات هاي، بتمنى التوفيق للجميع وبتمنى إن شاء الله النجاح المستمر دائما لكم. سلام عليكم. نجتاز اليوم امتحانات السداسية الثانية للموسم الدراسي 2024-2025 في ظروف جيدة جدا على كل المستويات، سواء ذوي الهمم العالية الذين يتوزعون على مختلف الكليات أو الطلبة في مختلف التخصصات. كل الظروف مهيئة من أجل تحصيل نتائج إيجابية جيدة وممتازة على كل المستويات وفي كل التخصصات، والدليل على ذلك هو تفوق كل الطلبة من زملائنا وزميلاتنا وحصولهم على شهادة 5 نجوم التي دائما ما تنص على نقطة أو نجمة التفوق. نتمنى التوفيق والسداد لكل الطلاب الأعزاء، كما نتمنى إن شاء الله العمل الجيد أيضا والممتاز والعون من الله لكل من يقف ويسهر على تقديم هذه الخدمات لطلابنا، والسهر على كل صغيرة وكبيرة من أجل اجتياز امتحانات وأيضا حتى الامتحانات الاستدراكية في أفضل الظروف. كل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم طالب حفيان فاطمة الزهرة، طالبة سنة أولى حقوق. فيما يخص يعني تهيئة جو الامتحانات للطلبة، كانت الظروف جد مهيئة وكانت يعني الأسئلة يعني جد في متناول كافة الطلبة، يعني كانت يعني غير خارج عن المحاضرات التي قدمها الأساتذة. السلام عليكم، معكم دريدي محمد العيد، طالب جامعي أولى ليسانس بيولوجيا. الامتحانات كانت في متناول الجميع، لكن هناك بعض المواد اللي جاتنا صعبة، وكما يقولوا فيها يوم الامتحان يكرم المرء أو يومان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الطالب أكرم جرايا. اليوم مرت أسبوع من الامتحانات، وطبعا الأسبوع هذا كان فيه العديد من المواد تختلف الصعوبة تاع كل مادة، من صعبة إلى سهلة إلى متوسط السهولة، وإن شاء الله تفوت على خير وربي يوفقنا جميعا. إكرام ذياب، طالبة في كلية الآداب واللغات، سنة أولى ماستر، تخصص لسانيات عامة. الحمد لله يعني الذي بنعمته تتم الصالحات، والشكر لله عز وجل. قد تم البدء في الامتحانات السداسي الأول منذ البارحة، فسيرورة الامتحانات البارحة واليوم موفقة، فتقريبا الأسئلة في متناول الجميع، ليست بالشيء الصعب. فمن كان يعني يعتمد على الفهم فيجد مراده في الإجابة، ومن كان يعتمد أيضا على الحفظ فيستطيع أن يجيب أيضا مما حفظه من دروس ومن امتحانات في المحاضرات. ونسأل الله التوفيق لنا ولكل الطلبة جميعا. شكرا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد معكم الطالبة خديجة حمي، الدارسة تخصص سنة أولى ماستر دعوة وإعلام. نحن اليوم في فعاليات أو أجواء الامتحانات السداسي الأول. كانت الامتحانات متباينة بين ما هو سهل وبين ما هو صعب. نتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلبة، ونؤكد على أن من بذل جهدا أو من سعى لتحقيق هدف ما فسيصل إليه بإذن الله، والله لن يضيع أجر من عمل.